السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس النهاردة هنتكلم عن حاجة كده معينة، هندرجها تحت سلسلة تصحيح المفاهيم. الموضوع ده بنتناقش فيه أنا وبعض الفنيين وبعض المهندسين، يعني موضوع بسيط، موضوع سهل وموضوع واضح يعني، ولكن أنا عايز أوضحه لبعض الناس. وهو مقطع السلك في محولات او في الباور سبلاي بتاع الليد البروفايل وبتاع بتاع اي حاجه، اي باور سبلاي. وفي الكاميرات والكلام ده بيشتغل من 12 من 220 فولت اي سي ل 12 فولت دي سي او 24 او 5 ايا كان. فهنتكلم ازاي تقدر تختار مقطع السلك بتاع الانبوت والاوتبوت بفكرة بسيطة او بالمعادلات المعروفة بتاعة الباور. فلو احنا جينا نبص للرسمة دي، ده باور سبلاي او في ناس بتسميه محول دي سي ايا كان، بس هو بيتقال على ادابتور مش محول. المحول ده اللي بيعمل ستيب اب او ستيب داون للاي سي زي المحولات الموجوده في الشوارع، ولكن احنا قلنا محول لان العامه بيسموه محول. هو ادابتور او باور سبلاي، الاسم الصحيح بتاعه باور سبلاي. ما علينا. بصوا بقى، احنا لو بصينا هنا هنلاقي هنا ال 220 فولت، ال 220 فولت الدخل، وخلينا الخارج في الناحيه الثانيه ال 12 فولت دي سي. هنبص هنا على مساحة المقطع بتاعة السلك، هنلاقي هنا مساحة المقطع قليلة جدا يعني صغيرة، والعازل كبير لأن الفولت العازل بيعتمد على الفولتية. عندنا كام فولت؟ 220 فولت، 380، 611 كيلو. فالعازل بيبقى على حسب هل الكابل ده هيتحط تحت الارض ولا هيبقى معرض للشمس او هيتحط في ضغط تحت الارض او فوق الارض، الكلام ده. ولكن احنا هنسهل المواضيع، يعني هنتكلم عن الفولتية عموما بيعتمد عليها سمك العازل، والامبير بيعتمد عليه مساحة المقطع بتاعة السلك. فلو بصينا هنا هنلاقي مساحة المقطع صغيرة لان الامبير اللي هيمر الاي سي طبقا لقدرة المحول ده. قدرة المحول في الدخل هي قدرة المحول في الخارج، ولكن مع اختلاف الفولتية وبعض المفاقيد اللي بتحصل نتيجة للحرارة هنا، بيبقى الخارج بيساوي الدخل ناقص المفاقيد، أو الدخل بيساوي الخارج زائد المفاقيد، اللي هو مفاقيد حرارية بتولد هنا. بتلاقي المحولات دي أو الباور سبلاي ده بيسخن بعد ما بيشتغل. طيب، نتيجة لوجود ملفات ومكثفات والكلام ده كله. إذا هنبص في ناحية ال AC بنلاقي العازل أكبر ومساحة المقطع صغيرة. هنبص في اتجاه ال DC بنلاقي إن مساحة المقطع كبيرة والعازل مش شرط يبقى كبير، خلاص، لأن الفولتية هنا قليلة والأمبير عالي. هنا الفولتية قليلة والأمبير عالي، باعتبار المفاقيد صفر الدخل يساوي الخارج. الدخل يساوي الخارج. فلو قلنا هنا على سبيل المثال، قلنا ان القدرة بتاعة المحول ده على سبيل المثال 20 واط، وهنا معامل القدرة هنخليه برضو صفر، هنتجاهله. 20 هيساوي مثلا 5 في 4. الخمسة ده الرقم الأول اللي هنسميه مثلا الفولت، مثلا 5 فولت في 4 أمبير على سبيل المثال. هنجيب هنا ال 20 هيساوي هنا مثلا، احنا قلنا الفولت بيقل، هنخلي الفولت مثلا 1، هخليه 2، الفولت 2 وليكن قل. طب ال 20 دي هتبقى 2 في كام؟ في 10. في 10. إذا الأمبير هنا كان 4 وبقى هنا 10، إذا محتاج مساحة مقطع أكبر، دي بكل سهولة. طيب، القدرة هنا في الاي سي بتساوي الأمبير في الفولت في معامل القدرة اللي هي كوزين فاي، ومعامل القدرة بتبقى في الغالب من 8 من 10 ل 9 من 10 و 95 من 100، لأن في زاوية طور أو في اتجاهات في الاي سي بيبقى تيار متغير، بيطلع من الصفر يوصل للماكسيموم وينزل تاني وبعدين ينزل على الناحية السالب وهكذا.
بيبقى بتردد معين 50 هرتز في مصر و60 هرتز في بعض البلدان. اما الاي سي ففولتيه ثابته زي بتاعه البطاريات مثلا. وفي واحد صديقي قال لي انت لو بصيت على البطاريه بتاعه السياره بتاعتك هتلاقي كابل كبير كده، كابل كبير، في حين ان القدره كنفس الكابل دوت بتحط اقل منه في لتشغيل عماره كامله بالاي سي، وده مثال صحيح. لو اتكلمنا عن القدره في السنجل فاز يبقى اي في في كوزان فاي، اي في في كوزان فاي الامبير في الفولت في معامل القدره. الثلاثه فاز يبقى جذر 3 اي في في كوزان فاي، لان الفي لاين بيساوي جذر 3 في فاز اللي هي بين النيوترال واللاين. اما في الدي سي فما فيش عندنا معامل القدره هنا، وما فيش عندنا زوايا، فبنلاقي القدره بتساوي الاي في الفي على طول. ولو التاتا فاز بنضرب الرقم ده في 3، لكن هنا بنضرب في جذر 3 زي ما قلنا عشان زاويه الدور اللي هي ال 120 اللي هي بتبقى عامل كده بالفيزا A وB وC 120 120 120. اما هنا في التيار مستمر كده ماهوش متردد زي الاي سي. الدي سي بيبقى عامل كده، ده التايم وده مثلا الفولت او الامبير، وده التايم وده الفولت او الامبير. فهنا الدي سي بيبقى ثابت مفيش زوايا، ده بيبقى فيه زاويه بتتغير على حسب التردد اللي بنستخدمه بتاع. طيب اذا الخلاصه احنا في محولات الدي سي او في المحولات بتاعه الليد البروفايل بنحط ناحيه الدي سي سلك ادخن، ناحيه الدي سي سلك ادخن، ناحيه الاي سي سلك ارفع. خلاص كده. وفي حاجه كمان ما تستخدمش سلك سماعات في شغل الكهرباء. سلك السماعات ما تستخدمهوش في سلك الكهرباء، لان برضو صديقي اللي كان بيتكلم معايا ده قال لي ان هو لما بيستخدم سلك السماعات في الكهرباء بتلاقيه يتحول لبودره بعد فتره، لان ليه خصائص معينه. ده بيستخدم للسماعات، ما بيستخدمش لنقل التيار الكهربي وامبير عالي. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح البسيط ده. وزي ما قلت لحضراتكم خدوها بالبلدي كده، في المحولات بتاعه الليد البروفايل او بتاعه الكاميرات بيتحط في ناحيه الاي سي سلك مساحه المقطع بتاعه قليله، وفي ناحيه الدي سي سلك مساحه المقطع بتاعته اكبر، او مجموعه اسلاك مساحتها مناسبه للامبير اللي بيمر فيها. وبكده خلصنا الدرس بتاعنا. اي اسئله انا تحت امر حضراتكم، واتمنى ان يكون الدرس البسيط ده فاتكم بحاجه او ترجعوا له في المستقبل لما تحبوا تعملوا حاجه او تتذكروا. انا عن نفسي بنسى وبرجع دايما للدروس اللي بعملها لما بنسى حاجه. نحييكم مرة تانية من معهد نصر سمارت هوم، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.